الرياضة الآن مشاهدينا، وأخبار مباريات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. معنا زميلتنا الرياضية زينب الهواري، أهلا بك. مرحبا رفيق. زينب، إذن تأهل تاريخي للمنتخب المغربي، وجمهورية كونغو الديمقراطية تطرد التوغو من البطولة. نعم رفيق، بعد 13 عاما من الانتظار ها هو المغرب يعبر إلى دور الثمانية، وإليكم هذه الأغنية. نعم رفيق، هذه الأقمصة للبيع، لا أنا ما أفهم لماذا جلبتها إلى الاستوديو. نعم، قميص المنتخب المغربي. المنتخب المغربي، وأخيرا هذا الانتظار، هذا التأهل رفيق الذي لطالما انتظره المغاربة. وسجل هدف الفوز مهاجم نادي نيم الفرنسي رشيد العليوي. الهدف كان جميلا جدا، هدف ناري يا رفيق على الطريقة الزيدانية. وصفه المغردون بالزلزال كما سنرى. ستظهر التغريدة على الشاشة. على حسب النازا اهتزت الأرض بعد هدف المغرب. نعم رفيق، تغريدات مضحكة لمشاهدينا فقط. عندما تقولين الزيدانية تقصدين زين الدين زيدان؟ نعم، على طريقة زين الدين زيدان. نعم. ولخص مغرد آخر المباراة من خلال هذه الصورة التي ستظهر. يتبين في هذه الصورة يبين لنا طريقة عمل الكباب في المغرب. نرى تقطيع الشاورما. نعم، وتقطيع علم. نعم، فهمت المسحة والتهكم. نعم، قطع المنتخب الآخر. نعم، نلاحظ فيل وأيضا علم المنتخب. الأسود قطعوا الفيلة مثل تقطيع الشاورما. نعم بالضبط. وأيضا في باقي التغريدات رفيق بين لنا. وفي صورة أخرى شكر المغاربة المدرب الوطني إيرفي غونار بطريقتهم. تحالف الثعلب مع الأسد لافتراس الفيل. على أساس أن المدرب هو الثعلب. نعم، المدرب إيرفي غونار، يعني إذا ترجمناه اللاعب بالعربية على اسم غونار باللغة الفرنسية الثعلب. نعم رفيق. في حين سخر الإيفواريون من منتخبهم بطريقتهم، تعرض مدافع نادي باريس سان جيرمان سيرج أورييه إلى موجة من الانتقادات، حيث قام المغردون في هذه التغريدة: سيرج أورييه أنت لاعب جيد وهنيئا لك على التأهل. هذه للسخرية رفيق من هذا اللاعب. وقال آخر: جاء سيرج أورييه للمشاركة في كأس إفريقيا للعطل. أما مباراة الكونغو والتوغو فهذا ما جاء في التعليقات رفيق. سنشاهد في هذه التغريدة. نعم، نلاحظ منتخب كونغو الديمقراطية، ويقول هذا المغرد: ما هذه الإهانة؟ ما نذكر أن المنتخب الكونغو تغلب على منتخب التوغو ب3 أهداف ل1. وسخر هذا المغرد من مدرب التوغو كلود لوغوا في هذه الصورة. هنا نلاحظ مدرب المنتخب المغربي إيرفي غونار وهو يقول لمعلمه كلود لوغوا، لأنه سبق وأن اشتغل معه في قيادة منتخبات سابقة، وهو يقول له: لقد اشتغلت كثيرا، حان وقت البطالة. لأن التلميذ سبق الأستاذ. نعم رفيق. لكن لم أفهم الأقمصة الأخرى التي معك. نعم، كما قلت هذا قميص المنتخب المغربي لأنه تأهل بعد انتظار طام لمدة طويلة. وأيضا هذا قميص المنتخب المصري، منتخب الفراعنة، الذي يواجه هذا المساء منتخب غانا. علق المغردون أنصار المنتخب المصري على تويتر بطريقتهم، إذ قال المغرد باللهجة المصرية: يا رب نتعادل لتفادي المغرب. لا يريدون اللعب ضد المنتخب المغربي لأنه ظهر بأداء جيد يوم أمس. وفي تغريدة أخيرة سنلاحظ قال مغرد دائما على باللهجة المصرية: يا رب نكسب ضد غانا. ستظهر على الشاشة.
إذن المهم للمشجعين في العالم العربي على الأقل لدينا 3 فرق من شمال أفريقيا. نعم. مصر، تونس والمغرب. نعم، وهذا قميص للمنتخب التونسي الذي تأهل يوم أمس، وهذا قميص المنتخب الإيفواري منتخب ساحل العاج حامل لقب عام 2015 الذي ترك البطولة. زينب الهواري، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا يمكنكم أن تعلقوا أنتم أيضا على موقعنا france24.com باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية، وتعبروا عن متابعتكم لهذه الفرق.